كل سنة وانتم طيبين. في الفيديو بتاع النهاردة هنعمل مع بعض أسهل طريقة للغريبة اللي هي ما بتبصمش خالص ومش مشققة ولا بتكبر في الفرن ولا هيحصل فيها أي مشكلة. بس نتبع الخطوات والمقادير علشان نعملها مظبوطة على الآخر. هنجيب كوباية وتلات أرباع كوباية من السمنة ونص كيلو من الدقيق ورشة ملح، وكمان هنحط كوباية إلا ربع من السكر، معلقة كبيرة من الحليب البودرة، دي اختياري طبعا. يعني طبعا الغريبة أصلها بتتعمل بثلاث مكونات وبس. حطيت السمنة بتاعتي في العجان وهحط عليها السكر البودرة، وهنحط كمان الحليب البودرة، وهنبدأ نخلط كده بالكف أو حتى بالمضرب عادي. هنخلطهم كويس جدا لمدة 5 دقايق، وبعد خلطهم 5 دقايق هننزل بالدقيق علشان نخلطه هو كمان مدة 7 دقايق، علشان أنا محتاجة إن أنا أبست المكونات دي كويس جدا واخلطها مع بعض وكلهم يمتزجوا ويبقوا حاجة واحدة بس. قوام الغريبة بيبقى ملزق حاجة بسيطة جدا جدا، تقدروا تخلوه مش ملزق، لكن الشغل فيه النهاردة هيبقى مختلف شوية. حبيت القوام بتاعها يبقى ملزق حاجة بسيطة علشان أنا هشتغل بالكيس الحلواني، علشان معودش أكور بقى وأضيع وقتي. هتشوفوا معايا دلوقتي. ريحت العجينة بس في التلاجة لمدة 5 دقايق مش أكتر، وطلعتها وحطيتها على طول في الكيس الحلواني علشان أبدأ أحطها في السجان وأسوي على طول. نزلت بالخليط كده في الكيس الحلواني، ومن غير بقى ما احط اي قمع ولا اي حاجه، وهجيب السجان بتاعتي وهتشوفوا معايا الحجم زي ما هنحطه زي ما هيطلع من الفرن. مجرد الغريبه بتاعتي بتعمل قاعده كده لنفسها بسيطه جدا، وما بيزيدش حجمها ولا بيتشقق ولا اي حاجه. لو اتشققت في الفرن ده معناه ان درجه حراره الفرن عاليه، او انتوا سبتوها وقت اطول في الفرن، او الدقيق بتاعها كتير. لو هي فرشت قوي والشكل بتاعها راح وعماله تبصم منكم، يبقى المواد الدهنيه كتير منكم، ودرجه الحراره كمان بتكون عاليه. درجه حراره الغريبه المظبوطه جدا بتبقى 160 او 150 كمان. وبعد كده بتحطوها على الرف التاني من تحت وبتسيبوها في الفرن لمده 9 ل 10 دقايق او 12 دقيقه يعني ماكسيموم. اعلى اكتر مده يعني ممكن تسيبوها، ما تسيبوهاش اكتر من كده. زي ما انتوا شايفين بعد 10 دقايق ده شكلها لا فرشت ولا شققت ولا جرالها اي حاجه. انا عاملاها النهارده حجمها صغنطط قوي، تقدروا طبعا تكبروا حجمها ان انتوا تزودوا معلقه دقيق واحده وتبداوا تكوروها وتكبروا الحجم بتاعها زي ما انتوا عايزين. انا بحب اخليها تاخد لون ذهبي بسيط من تحت، تقدروا تطلعوها بيضه من تحت ومن فوق، وزي ما بوريكم دلوقتي مش مبسطمه معايا ولا اي حاجه. وهكسر واحده قدامكم كده ناعمه ودايبه دوبان بتدوب حرفيا في البق. وطبعا نوع السمنه بيفرق جدا في طعم الغريبه بتاعتنا. يا رب الوصفه تكون عجبتكم. كل سنه وانتم طيبين.